رجال ألمع اسم يطلق على قبيلة عربية عريقة وعلى محافظة كبيرة تقع في الجهة الغربية من منطقة عسير، تبعد عن أبها 45 كيلومترا في الغرب منها. منطقة جبلية يحدها مركز السودة شرقا، ومحاي العسير شمالا، ومحافظة الدرب جنوبا، والبحر الأحمر غربا. تنوع تضاريسها هو أحد سماتها، ما بين جبال السروات الشامخة وسهولها الوادعة، وبحر مترع بالخير، وأرض عامرة بالمحبة. طبيعة الأرض جعلت من الزراعة خياراً اقتصادياً مهماً في رجال ألمع. منذ قديم الزمان اعتنى أهالي المنطقة بها وأولوها عناية فائقة. تنوع الزراعة فيها حقق لها اكتفاء ذاتيا منذ زمن طويل، وتعد الذرة من أهم مزروعات المنطقة، وكذلك الدخن والخضار والفواكه المحلية. جبال السروات أحد المظاهر الطبيعية البارزة في جزيرة العرب، وهي موطن رجال ألمع. تحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وتمنحها مهابة وجلالا. من أجمل المناطق الجبلية في ألمع مركز حسوة، يقع في الجزء الجنوبي من محافظة رجال ألمع. يكسوه اللون الأخضر. مناخ رجال ألمع حار صيفا معتدل شتاء، مما يجعل من رجال ألمع ملاذا لأهالي المناطق الجبلية في عسير حين يشتد البرد في تلك المناطق، فتنطلق فيها سياحة شتوية. وكذلك هي مربع للمصطافين من مناطق المملكة المختلفة وبعض دول الخليج في الصيف. عسير السراه هي من يحتل قمم جبال السروات، وتهامة عسير هم قبائل رجال الماء، وهم 10 قبائل. لهم في السلم نظام، ولهم في الشدائد نظام آخر. نظامهم في السلم هي المحبة والأخوة والمشورة والتعاون والتكافل فيما بين القبائل، لأنهم يمثلون أسرة لرجل واحد وهو ألمع. وفي أوقات الحرب لهم نظام آخر، فبينما وأنهم كانوا يمثلون 10 قبائل، ففي الشدة ينطوون تحت 7 بيارق بنظام وأعراف منظمة متفق عليها ملتزم بها. في كل قرية من قرى عسير كان هناك حصن يبنى في مكان مرتفع يسمى قصبة، وتستمد هذه القصبات أهميتها من كونها أبراج مراقبة وحصونا دفاعية متقدمة في وجوه الأعداء في الأزمنة الماضية. وفي رجال ألمع مجموعة من هذه القصبات الباقية في وجه الزمن، ومن أهمها قصبة الحروب، وقصبة الشعبين، وقصبة العوص. وأهم عنصر في بناء هذه القصبات هو الحجر، كما يستخدم فيها الطين والخشب. هذه
هي إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى الوطني، قرية رجال التراثية. يقصدها سنويا أكثر من 50,000 سائح. تمتاز القرية بطابعها العمراني الفريد الذي يمثل فن البناء العسيري القديم. هذه القرية في فنها المعماري تميزت بالحصون التراثية التي تتعدد أدوارها إلى 5 و6 أدوار وأحيانا إلى 10 أدوار، وفي بعض الأحياء تجد أن الأدوار متتالية تصل إلى 20 دور من الوادي إلى أعلى حصن في هذا الحي. هذا الفن المعماري من الحجارة والطين تمشيا وتوافقا مع عوامل البيئة والطبيعة، وبالتالي أكسبها من الداخل مناخا معتدلا سواء في فصل الشتاء أو فصل الصيف. وهذا الفن المعماري الذي تميزت به هذه القرية كان نموذجا مختلفا في هندسة العمارة التقليدية على مستوى الجزيرة، وبالتالي فإن تشييد هذه الحصون كان مبنيا على التعاون والائتلاف والأخوة التي كانت تسود أي مجتمع في أي قرية. هذه القصور اللي أنتم تشاهدونها شواهد 9 أدوار قامت بالتعاون من أهل القرية، حتى العمال اللي يشتغلون معهم وجباتهم أكثرها ما هي عند راعي البيت، يأخذونها دوري، كل واحد يجي بوجبة فطور غداء عشاء. ونفس الشيء إلى نقص عليه أي حاجة، مثلا حجر، يروحون الجماعة يأخذون له أكثر من 50-40 نفر يروحون يشتغلون معه إلى الصباح، يقربون له حجر. نقص عليه طين نفس الشيء. العداد هذا المعادل، هذه المعادل اللي يجون بها من مسافة 10 كيلو من الجبال ومن الأودية، يروحون العشيرة كلهم يحملون له أي عود كبير ولا صغير. يقول شاعرنا في المعادل هذه، يقول: يا شيخنا والعود ما هو مضامنا للي جلس في المنزل، تعبوا أتعبهم أخذ عود كبير فأتعبهم، ما جاوبوا إلا بعد مشقة. أما البناء خاصة فيقول الباني: وكان باني يعرف ما بنى ولا بنينا يا ملقفة، كان باني يعرف ما بنى ولا بنينا يا ملقفة، ترى البواني ترفع البناء والكرس داير بي ويزمع. هذه قصائدهم علشان ينشطون للشغل. حصن آل علوان هو أكبر الحصون في رجال ألمع، لذلك اختير ليكون مقرا للمتحف التراثي بها، وهو قصر قديم يقدر عمره بحوالي 500 عام ويرتفع إلى 5 طوابق. تم إنشاء المتحف في العام 1405 للهجرة بمبادرة من أهالي المحافظة الذين أدركوا أهمية الحفاظ على تراث منطقتهم المعماري والثقافي والحضاري، وتبرعوا بالمقتنيات التراثية. جمع في المتحف أكثر من 2500 قطعة تراثية أثرية، وأسهم نساء القرية بنقش الزخارف والرسوم فيها، وتبرع كثير منهن بحليهن القديمة من الفضة وبعض مدخراتهن من الزينة. هذه القرية لها العشق مستمر لنا ولأجيالنا، ولذلك يقول الشاعر علي عبد الله مهدي من أبناء القرية حينما بدأت روح المبادرة من أهل القرية قبل 30 عام لإعادة إعمار القرية على حساب الأهالي، وكان هنالك بعض من يثبط، فكان رد عليهم ب3 أبيات يقول فيها: لا تلمه إذا أحب الديار وأحب التراث والآثار، لا تلمه إذا هوى وتمادى وإذا ترجم الهوى أشعارا، إن وجه الديار وجه جميل فاق في حسنه وجوه العذارى. هذه الألوان والنقوش الجميلة تسمى فن القط، وهو فن اشتهرت به النساء قديما في عسير،
حيث أبدعت المرأة الألمعية في صناعة النقوش وابتداع الألوان بفطرتها. والنقوش عبارة عن أشكال هندسية ترسم في الجدران الداخلية للبيت العسيري منذ مئات السنين. هذا الفن قديم وأصيل ويسمى القط، ومهمتي إحياء في هذا المعرض نماذج من معظم مناطق عسير في هذا المعرض، من رجال ألمع وقحطان وعسير، وله مسميات كثيرة. يعني هو في الماضي على الجدران، ولكن احنا الآن طورناه أكثر لأنه كاد أن يندثر، فهي مهمتي الآن أني يعني أبدأ إحياءه من جديد وأهتم فيه في معرضي الذي يخصني في جزء من بيتي. إذا أبدعت المرأة الألمعية في فن القط، فقد أبدع الرجل العسيري في فن آخر يعتني بتزيين البيوت من الخارج، هو فن المرو، ويعني استخدام حجارة المرو البيضاء في تزيين واجهات البيوت، ويستخدم عادة لكسر حدة الألوان الصخرية الجبلية لواجهة البيوت الخارجية وحواف النوافذ والأبواب. لم ترغب المدينة الحديثة في رجال ألمع في أن تشد عن هذا الجمال الطبيعي حولها، ولم تبتعد عن القيم الجمالية لتراث رجال ألمع، فتزينت شوارعها وساحاتها اليوم بمفردات المنطقة كالمجسمات الجمالية المكسوة بأحجار المرو التي تعبر عن هذا التراث. طوال التاريخ كانت هذه منطقة وعرة يصعب الوصول إليها، وهذا ما حماها بعد الله وجعلها حصينة. واليوم حين استتب الأمن حفرت هذه الأنفاق لتخترق الجبال وتسهل الحركة والانتقال، وتضيف المزيد من الحسن على حسن الطبيعة حولها. طريق أبها رجال ألمع يسمى بالعقبة، وهي عقبة صماء شديدة الارتفاع والانحدار، صعبة المراس على غير الخبير فيها، ومع ذلك تمتاز بجمالها وروعتها على الجانبين بين هذه الجبال. الوسيلة الأخرى للوصول إلى رجال ألمع هو التلفريك، حيث توجد محطة التلفريك بأعلى السودة تقل المسافرين للمحطة السفلية، ومنها توجد باصات لنقل الزوار لقرية رجال ألمع. تتنوع الفنون الشعبية في رجال ألمع ما بين الخطوة، وهي إحدى الفنون الشعبية التي تلعب في المناسبات والأفراح، يصاحبها أهازيج مترعة بالجمال، وفن الدمة التي تسمى بأم الفنون التهامية وتمتاز بالحماس والزهو، وكلها رقصات شعبية إيقاعية تشكل لوحات فنية جميلة من خلال راقصين يجيدون هذه الفنون الجنوبية العريقة. رجال ألمع خصبة في مراعيها غنية بثروتها الحيوانية،
ويعتمد أبناؤها في غذائهم اليومي على منتجاتهم الزراعية وثروتهم الحيوانية التي أنعم الله بها عليهم. الطبيعة الجبلية الخلابة لا بد أن تزينها مجموعة من الأودية التي لا تقل عنها جمالا. وفي رجال ألمع عديد من الأودية، من أهمها وادي ريم الذي تتفرع منه عديد من الروافد كوادي رجال ووادي رحب. وهذه الأودية في مجملها خلابة في مناظرها، مكسوة بالخضرة تجري فيها المياه فتضفي عليها مهابة وجلالا. اهتم الألمعيون منذ القدم بتربية النحل، وتنفرد محافظة رجال ألمع بجودة العسل وتميز مذاقه وسلامة مكوناته، ذلك لأنها مكسوة بالأشجار المختلفة والأزهار المتنوعة التي لا حصر لها. ويحدثنا صاحب منحل العسل عن هذه الهواية التي يمتهنها عديد من الألمعيين ويبرعون فيها. محافظة رجال ألمع غنية بالنباتات الكثيرة، صنفها بعض الباحثين إلى ما يقارب فوق 350 نبتة، وكل هذه النباتات تنتج عسل، لكن العسل يختلف أنواعه. طبعا اللي احنا نركز عليه موضوع عسل السدر اللي يخرج من شجر السدر، ومنطقة رجال ألمع فيها عدد كبير جدا من الأودية، والأودية النظيفة والأودية البكر، وموجود فيها كمية كبيرة جدا من السدر. ننتج ولله الحمد كميات كبيرة جدا من العسل، عسل السدر، ونهتم في إنتاجه. طبعا محافظة رجال ألمع تنتج يعني أفضل أنواع العسل، حيث أنه يصنف في تعداد أو من ضمن قائمة السدر الجبلي. والسدر الجبلي طبعا يعتبر أفضل أنواع السدر كمادة علاجية وغذائية. إلى الغرب من رجال ألمع وعلى البحر الأحمر تقع الحريضة، وهي أراضٍ منبسطة خضراء تسر الناظرين، تزينها الشواطئ الساحلية البكر، بالإضافة إلى جريان الأودية على امتدادها وقراها. ويتنوع فيها الغطاء النباتي، كما تكثر فيها الأشجار المعمرة. وقد أقيمت على الساحل مزارع خاصة بالروبيان. جميلة في طبيعتها، خصبة في أرضها، شامخة بجبالها، متباهية بفنونها. كل شيء فيها متفرد، ملابس الرجال وزينتهم، وأزياء النساء وحليهن، لهجتهم فاتنة، أرض علم وفن، بهجة للحواس الخمس، لا ترى فيها إلا جميلا، ولا تسمع إلا هديلا، ولا تشم إلا الورد والكادي، ولا تتذوق إلا طعم العسل، ولا تلامس إلا السحاب. هذه هي رجال ألمع.